السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم وقناتي سعيدة. هاد المرة جبت لكم واحد الوصفة خطيرة جدا، هي وصفة خاصة بالأرجل والأيادي فقط. وصفة كتبيض كتنعم اليدين والرجلين، جربوها ما غاديش تندموا. مكونات بسيطة جدا موجودة في كل بيت، يعني ما تحتاجوش انكم تخرجوا تجيبوهم ولا يعني كل شيء موجود في البيت. الا عجبكم الفيديو ما تنسوناش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، هذا طبعا فضلا وليس امرا. وهانتوما خليكم معايا لاخر الفيديو، ما تنسوناش من البارطاج. جزاكم الله كل خير. على بركة الله غادي نحتاجو ملعقة كبيرة من الخل الأبيض، وإلا كان الخل التفاح يكون أحسن، ولكن أنا متواجدش عندي غير الخل الأبيض، إذا استعملت الخل الأبيض. كما قلت ملعقة كبيرة. غادي نحتاج الحامض أو القارص، نحتاج حامضة صغيرة متكونش كبيرة بزاف. غادي نحتاج واحد المعلقة كبيرة من عصير الحامض. هاد الوصفة رائعة جدا، جربوها البنات العيالات، تهلاو في يدياتكم، تهلاو في رجيلاتكم. هاد الوصفة ما كتستعملش على الوجه نهائيا، ممنوع استعمالها على الوجه، فقط على اليدين والرجلين فقط. غادي نحتاج كذلك لواحد العنصر ثالث وهو متواجد في كل بيت، هي الخميره الفوريه. ما تخافوش منها، ما غادير لكم حتى حاجه، فقط استعملوها على اليدين والرجلين فقط. غادي نخلط هاد العناصر جيدا. حتى ما يبقاوش عندي التكتلات ديال الخميره الفوريه. عصير حامضه وملعقه كبيره من الخل الابيض. كذلك غادي نحتاج واحد المكون الرابع، وكذلك هو موجود عندنا في المطبخ ديالنا. اكيد تنحركوا جيدا. غادي نحاولوا دوك التكتلات ما تبقاش ديال الخميره الفوريه. العنصر الرابع وهو مايزينا او نشا الذره. هذه هي مايزينا. غادي نحتاج نعمل ملعقه صغيره، ولا خصني غادا نضيف انا عملت ملعقه صغيره مملوءه جيدا. غادي نحاول نخلط هاد العناصر جيدا. انا هنايا بان لي السائل مازال جاري شويه، اذا غادا نضيف له ملعقه ثانيه من مايزينا. وصفه مجربه رائعه، النتيجه ديالها روعه. هنايا ضفت ملعقه صغيره اخرى من مايزينا. غادي نخلط هاد العناصر حتى تخلط لي هاد العناصر كامله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. صلوا عليه يا جماعة الخير.
هذا هو الخليط ديالنا خوتي. من بعد غادي نطبق هذا الخليط على اليد ديالي. ممكن نستعملوا بانسو، ممكن نستعملوا اليد ديالكم. نستعملها فقط مرة في الأسبوع. هذه الوصفة تستعمل فقط على الأيادي والأرجل فقط، لا تستعمل على الوجه. جزاكم الله كل خير. انتبهوا لهذه النقطة، هذه الوصفة ما كتستعملش الوجه، فقط الأيادي والأرجل. غادي نخليها على اليد ديالي حتى تكرم، وغادي نقومي اليد ديالي، هي قماج، غنخليها حتى تكتيبس. تقريبا خليتها 10 دقائق. ها هي اليد ديالي يبسات. دابا غادي نقوميها. وصفه رائعه، كتخلي لك واحد البشره رطبه رطبه رطبه، كتنعم الجلد وتبيض اليدين والرجلين. وصفه، اؤكد، وصفه للارجل واليدين فقط. صافي. من بعد ما كنبرم هاد التبريمه هذه، كنجيب ديك الحامضه اللي انا قطعت، كنقطع فيها واحد الطريف، وكنحاول نقوم بها ما تبقى من الوصفه. هكا. لكي تحصلي على يدين جميلتين وناعمتين. مرة نتهلاو في ريوسنا، علاش لا؟ صافي. غادي نغسل يديا. انا غسلت يديا، كتحسوا بالجلد نظيف، واحد النعومه لا مثيل لها. وصفه خطيره لليدين والارجل، اؤكد لكم، وصفه خطيره للارجل والايادي. غادي نطبق على اليد اليمنى باش ما نخليهاش هي نفس الطريقه، نخليها تتكرم، ومن بعد نقوميها ما تبقى من الحامض. في الاخير النتيجه كتحصلوا على يدين ناعمتين. صافي. من بعد كنغسل يدياتي وكنهز الدهنه باش كندهن. كل واحد شنو كيستعمل، ما بغيتش نبين لكم لا مارك. المهم دهنوا يدياتكم، كتحسوا بيدياتكم نظاف ونقيين وناعمتين. وصفه خطيره البنات، جربوها ما غاديش تندموا. ما تنسوناش من اللايك واشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا، والى فيديو قادم ان شاء الله.